أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل حديثنا في شرح المختصر الفقهي لسيدي خليل الذي بدأنا فيه بفضل الله عز وجل منذ شهور. أذكركم سادتي الأفاضل أن حلقة اليوم تحمل عنوان نواقض الوضوء، فصل في نواقض الوضوء. ولكن قبل ذلك لابد من مراجعة خفيفة، مراجعة خفيفة فين عدان بسرعة. الفصل السابق فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء، لأن هذا الفصل مهم جدا. كل الفصول مهمة، سعنا كل قيمة. هذا مجلس من مجالس العلم، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال وأن يثقل موازيننا بالحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مر بمقبرة في حديث ابن عباس رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان. لام التوكيد ساعة سيفن سيناكي خزران ممكن مثل ما دعا في زحوان أصلا تفكر دعوة الخير. مرة ينطل بنادم ذي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن ديني استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن القبر قد يكون روضة من رياض الجنة وقد يكون حفرة من حفر جهنم والعياذ بالله. إن النبي عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان. ذكي علماء الحديث شراح الحديث إن إذا تعلق الأمر بالوحي فلا نسأل عن السر، خاطر تلو يونكين كسلي غارة صراحة مثل زرامة كني فرديون كاسيطة كني سوف غند أصوات كني الخوف والرعب والعياض يسوغان وكذا إنيش واقي بأجهزة متطورة في التقاط الأصوات بنتيد بين قوسين كدليل باللي كاين عذاب القبر. تذكرت هذا الآن. تعليق هذا الأمر لا يصح لأنه ماشي تكنولوجي صافي. كانوا الشيخ يبدو خاصة الدراري صغار في القرى إلى غير ذلك. هذا الشيخ رشيد يؤكد كي قرأ ساكني ولا شي مشطاح ذي تذرين وكذا ذي المدرسات أثنس خوفا ذا الرعب خاطئ. لكي نؤمن وهذا من الغيب الذي أمرنا بالإيمان به في سورة البقرة في أوائلها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إذن الغيب أنا من ماشي كان أين ثلاثيط سيدت أين ثلاثيط الكذب خاطئ. أين كدينا ربي نغذن في صلى الله عليه وسلم غاسو ثنولا راه سيدت نتسابي ذات ثنولا راه إلا ويقول النبي عليه الصلاة والسلام نؤمن بالله إلا ذا الرسول خاتم النبيين. أما كنو من أكس الأنبياء الرسل. الإيمان بالنبيين والمرسلين من الغيب الذي أمرنا بالإيمان به نمن يسن بلا من ولا ثم. أما كنو من الصحابة لان ولا راه. أما كنو من الجنة والنار سلا الجنة سلا جهنم ولا راه ولا الجنة ولا النار. لذلك المسائل الغيب النبي عليه الصلاة والسلام ما نسوش بليه هو نبي ورسول. ربي في كيس ديال العلم والافكار يخلقيت وياض. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ماشي في أمر كبير ولكن إنك أما أحدهما يفقد التفاصيل فكان لا يستتر من البول. كرمكم الله يروح يعني هذه تيرا من تسا ويزيز ديالي مانيس والند المراقي ماشي كان يقرذان خاطر يقرذان مشطوح مثولاط ويزيز ديالها نورمال مشطوح ماشي من نورمال معناتها تجد خاطئ تولى هذا تربي هكا ولا نسقدي مشطاحي ساعه 3 سنين عامين 3 سنين هذيك الشم البيت الراحه هذه يزدي ودي فصدي
سترفقا يمولان سترفقا الدريا هذو نهضر فيهم قرانا هذيك الشم هذي يفاق كان كني ولاش تزدي ولاش للاسف تفرغ على فلاون ثيكوالا تورد كفردان تلحموك كفردان هذي فغيوان سي طوموبيليس كفريد هذه طياره من تسا اماكن قار الاحياء لا اريد تستحي وري لي فوالا لذلك الحديثين اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. المساله عندها علاقه بالدين عندها العلاقه بالعباده عندها علاقه بالتصرف كاع عندها علاقه بالتسدي عندها علاقه بالحضاره بالتحضر في كذاكيه كلها ذي الحديثين. اما احدهما فكان يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه والعياذ بالله ولي تساوني تسرى النميمه ولي يخدم فتنه ير الغش. نبدا الحديثين بعد نبدا نغراي ونداير مثلا مقطع او بعض الفقرات من المختصر الفقهي سيدي خليل عليكم السلام في اداب قضاء الحاجه والاستنجاء ندب اكيد دينا صاحب المختصر باش كنولف المصطلحاتين نولف الطريقين ندب لقاضي الحاجه جلوس وين يروح يقضي الحاجه ينس اما ذي الخلا اما ذي الفيسي ذي بيت الراحه سيغيمي ماشي سيف الدين سيغيمي ومنع برخو النجسين الى اخره وبلها قبل لقي الاذى نشرح الامراقي وغسلها بتراب بعده ما يعني يون يعني ذي الخلا ولا شامان بارك الله فيك الشيخ هكذا افضل. بريناك وستر الى محله يعني العبد الا قاضي الصريماني يسمى يروح يقضي الحاجه ينس وقي ثورنا التورا ذي الطواليت ناضي بيت الراحه يفان ثلاث بورث يغلق ولكن ذي الخلا بعد من قاضي الصريمانيس واعداد مزيله المعنى تهقي ضمان قبل ماشي ما فيش مضر داخل برك ولا شامان اميك ثقي ضرمي ذيون ذيك بيت الراحه قبل يقضي الحاجه ينس الى قاضي والي الروبيني والي سافيذون مالا ومان اثنغا مولا شامان اواماني ذيك فضر فراوي سيدي ستيرن كل الجامعه ماشي قال لها كل خام اما ذيك خاما اما ذي الجوامع اما بنادم هذه اكد قبل يا اخي ذيك ملاحظه تربويه في الحقيقه ومن بلاش شي كتصل غاشي يتضرى هذيك الشم يقضي الحاجه ينسى مكيه ولا شمال امشي راه يخدم مشكله فسورتو عندها يتسيلي الريسك يجيب مان لمناص يعني عاصماني فبالتالي بعد بلا قضيه واعداد مزيله مقل كان الدقه اللغويه ودينا هو اعداد الماء خاطر يمكن ازاله الاذى اما بالاستجمار سيزرا اما سوكال اما سوامان اما بابيجينيك نعم ايجينيك خلاص بابي ايجينيك ماشي جينيك انا قلت نسينا كيفاش نسمي كان بابي جينيك صافي يجيني يعني بابي ايجينيك تبان ما جماعه الخير يكون نسينا شو الاقي ثمدي ثاقي مقشي شي ساعه 3 زون يدميس حفظها يسن الاورديناتور خيري يعني كاين 3 سنين ونص هكا الشيخ راشد الله يبارك يحضر الاخ كريم إنك خلقوا لزمان غير زمانكم يعني 3 سنين السنه هذه خدمها الاورديناتور امش اسكو ما كنسيني ونيك غير هدي تعبط قماس هكا الله يبارك الزمان نكون مازال كانت نزيك وخلاص يلا اذا صافي بابي ايجينيك خلاص نحفظ الثمار سيليجيان المسوري فهمها ليجيان تزدي الله يبارك بارك الله فيك واعداد مزيله صافي مزيله شمد ميم ايجينيك كي شمد وكالك شمد اكل سنيت ازرون سنيت 8 سنيت اثنى الناس ايجينيك وتقديم قبوله تقديم القبول على الدبر المدينه وذكر ورد بعده وقبله وقال سبحان الله ذي الخير الاسلام اتفض الذكر تجي ملاحظه مهمه الذكر يلازم المسلم في كل احواله البدا بنادم يذكر ربي ويتسير غافل
ماشي كان ديال الزليث، ديال الزليث، ديال الحج، ديال العمره، عند رؤيه النعمه، عند اي كان، عند اي شخص، عند نزول المطر، عند هبوب الريح، عند دخول بيت الراحه. يول ما يكشم بيت الراحه امشي اديني بسم الله، من بعدني اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، لان الخبث معناتها ذكران الشياطين، الخبائث إناث الشياطين، خاطر يمكن يجيز غندك سن، فبالتالي ما إلا يناد ذكرك سيدي ربي تنجو سلاذا السن فلا يتأذى، يقضي حاجته ويستريح ويغادر، وما ديفا ديني غفرانك. هذا حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، غفرانك أبرد الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وكان الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، عافاه من الخبث وعافاه من الخبائث وعافاه من الأذى إلى آخره. هم بعد شو دينا وسكوت إلا لمهم، والله غير شوف الإبداع في الصياغة، خير الكلام ما قل ودل. والسكوت يولي الشمر بيت الراحة رضي الخلا يسكت، وسكوت ولكن ماشي مطلقا، يفكد الاستثناء الاكسبسيون، إلا لمهم، ما إلى أمر مهم اهضر، الند ما إلا يولي لا في خطر تنبهض، ما إلا أين لان تواضيون يلحون قرب هذه يجري في ذلك فاستنبهض، وهكذا أمر مهم. وذاقي صاحب المختصر سيدي خيل رحمه الله وديف قلنا ما هو هذا الشيء المهم، أي غار دعاه تركه حالة بحالة، يسمس دي الشريعة فقه الحالة، سكا باركا، إلى وندا أنعم إلى وندا مش أنعم، هكذا. بالك تفرط التليفون يسوي لك ديون ثوالا أمر مهم الراس، يبالك نسات مستفهم دي عدي في الجامعة الشيخ رزق شرفاوي أسدو كل مر الشغل الجنازة نورت مغران الشغل كذا ثقاضض هذا كي يجناشو لا حرج استرد. لذلك نفتح قوس حتى في بعض الإقامات وبعض الفنادق خدما من التليفون ديالنا وسامك حريق يضرى نغيون يورجونس نغاشد السيولن باش تجي التأمين اسيورونس تجي ستين بارونتيز باش كان نفهم مع انت بالك تصير دير حوايجك لا ريسبسيون بالك امر مهم بالك امر خطير ولكن المهم ما الا حاجه مهمه رفع الحرج يولي يجوز. وسكوت الا لمهم وبالفضاء تستر وبعد تستر وبعد الستره وزيد بعد يعني الى ابعد نقطه واتقاء جحر وريح ومورد الى اخره. اتقاء جحر معناه ندير تشققات للارض ندير الجحور كندز دغن اسمس الحشرات ندز دغن الثعابين العبد تروحها ندز دغ وزرم نسى يروح دينا تيرا من تسا ادي ولا ذا بالك دي فورس وزر مني بالك في ظهور بالك فلسني عفو ربي ذي زمر غادي فلسني عفو ربي ثورا سي صادق جزاه الله خير ميغدي اقرا باسم ربك والحقيقه اقرا باسم ربك نعم اقرا باسم ربك القرايه تنفع امشي غران امشي صغراين امشي غد سهل القرايه سهل ولكن المختصرات وعلى بالكم ان هضر درس مزوارو ناد المختصرات قد تكون في شكل نظم وقد تكون في شكل نثر وكذا النثر ان شاء الله ما يفك ربي تغزي العمر دير نسكاش نهار ان شاء الله نشرح ابن عاشر مثلا ولا المتون نظن المتون في الرحبيه ولا في الفرائض ولا في الصفض ايضا المختصر المفيد بشكل شعري يسهل حفظه ولكن خير الكلام ما قل ودر يدفكن لا كرايم يدفكن للجو يدفكن الخلاصه واتقاء جحر
وريح باش يتسيلير يعني لكي لا تتطاير مثلا، لا يتطاير ماء البول الني وكذا ويضر ويلحق النجاسة بجسم الإنسان أو بثوبه. ومورد نند بلي أماكن الماء فلا. كل هذا شرحناه. بعد ويقدم يسراه دخولا، يقول ما يكشم هذيك الشم لي تواليت يعني هذيك الشم صدار أزلماض ماشي سيفوس. ويقدم يسراه دخولا ما يكشم إزمر ديني. ويتقدم الشخص حينما يدخل المرحاض برجله اليسرى غزيف مباشرة. ويقدم يسراه إذا ضظار ماشي ذا فوس ضظار. اللبيب بالإشارة يفهم، الإنسان لبيب الذي يفهم الإشارة. ويقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا. مرد يفغ سي بطراحة إلى قد يفغ صدار يفوس. وبعدين سبحان الله ثمثم يجلس يغديوث المعلومة إن ياك عكس مسجد. ما راش يتكلم على المساجد ذاك، ما راش يتكلم على المساجد، ماشي ذا الموضوع ينس أغدي يهضر في آداب قضاء الحاجة. ولكن الفطنة واستحضار المعلومة وإرسال وإطلاق هذه المعلومة في موضعها المناسب ترسيخا لها شغل باش أماكن قامت هذه الأورديناتور تسوف جاردي مباشرة عكس مسجد إساعدة هذا الميساج. أش نفهم معناتها ماذا الجامع ما نكشم الجامعة نكشم صدارة يفوس ما ننفغسي الجامع صدارة زلماض ذين مدينة. ويقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس مسجد المدينة. ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه إلى آخره. ولهذا الاستبراء يعني طلب البراءة أو طلب السلامة. معناتها يول ميكشمر بيت الراحة ذي رحمة ربي ويسمن بيت الراحة الله ندحكو انت مشاهد سني فكرت مشاهد سني غام ديون ميكشم لي تواليت جيت ترونكيل استوطي بارا نسعى العادة لا نقاتي ساعة عادة سيئة ذي الجوامع خاصة أنستوطي في ثبورة هكا والله أنت كودي عديون فلسناك استوطي هكا شيخ باش شغل ما كان وثيكوالي يتكلم وقيم الصلاة يعني ستادير يلا غول بارك الله فيك الشيخ رشيد. ثاني في الدوش كيف يروح السويل خطر يغار. ووجب استبراء مع انتهى هذه قيمة لما يرتاح تماما يقضي حاجته كاملة جيت ترونكيل. ثم شو سيفاك نضحكوه يونواس الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه حكيت مشاهد الشيخ رشيد عجب إنك ميقل هذه الحبس نتساكد تصل العلماء تصل المشايخ إنك يونسيسن سي المشايخ اني يهلك تاع بوطيس يحمل مريك الشمغ الفيسي هذه قيمة المينيموم 20 دقيقة ذاي نيثني ذي نخدم ناس قانون 3 دقائق 2 مينوت يغال مسكين ميك الشمر داخل يزرى باللي 2 مينوت كان ماشي على زقلا صافي يغال هذه قيمة كمسكين يقفر أنا استطبنا دي فراكني لفذا مسكين تاع بوطيس تقور أكيد ضرا أسني ونسي السجانين اني وقاذني تعاسن دي الحبس يسعى ميس يهلك يرطان يبي ثكر الطبا يكون أينما يزمر ولاش وريح لرا يروح دار الشيخ كشك يناسي الشيخ دعي لي باش وليدي يبرا دعو غيس إمي يشفو ربي شو سينا الشيخ كشك
يناس ذا شو يهلك يحكي ياسد يناس ما تبغض هذا يحلم ميك اجل فلاني 20 دقيقة. سبحان الله. قل كان اجل فلاني نكون ياكم معليش ميل فلاني مسكينة يتسفري يتساعد السيف العتابة من القرآن ميكشم الفيسي جيت ذين بيت الراحة جيت على الأقل 20 دقيقة. هنا يسمى العلاقة بين هذه وتلك يمكن كي قرا 100 هذيك الشات قرضة هنا يسجيت انت كيدعون كيدعوك وينا توري يحكي هذا الشيخ كيش النفسية بوينا يكشم الفيسي عدان 2 مينوت واستوطفارا 10 دقائق واستوطفارا صافي نيس وقيله في دل القانون ذغا باش نظامك تعيشين مدن داخل ربي يعافينا. إقمال مي يقضى الحاجة ينسوا سوا يفقد يروح دير الشيخ شكين يسا الشيخ شو يضران يحكي يسد ينسى ودي الفلاني انت كيجان ولكن يسعى ثغوسة ذعو ربي باش هذا يشفو الميس ضغيد عايز أكني تجيض ارتاحض إن شاء الله هذا يرتاح ميك سي لهلاك إنك وداخل الحبس صافي لعب ذي قرب سيدي ربي ذي الحيفي قلا لعب ذي الحيفي قلا ذينا إنك نسيدعون كيدعون دعون من بعد شرب بوساني وساد غرسان سجاني إن يسنا الشيخ أكون خبر بلي مي حلا يبث الطبا نسميه يحلا أي غير ضحكي ثم مشاوتاكي للعبرة وين غادي خلقين يغدي القرآن يناد ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وعد الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دايما بدنا سيدي خليل في مختصره ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه. طبعا لقيت بعض المقاطع من المتن في هذا الفصل نكتفي بهذا الباقي يكون شرح يثيد يوث ما تبغى في دقيقة أتدغر كانك بدون شرح. أول الواجبات الاستنجاء 1 اتقاء الملاعن موارد الماء سمزوارث والسين طرق فردان والثلاثة ثيلي عند 3 ثيلي أما ثيلي الحيضة مثل تجرى أما إلى آخره والسين اتقاء القبر يعني إزحوان والثلاثة تجنب استقبال القبلة نغى استدبار القبلة والأربعة الجلوس وكي واجب وس5 اتقاء الماء أكون دال وما مثل عنصر مثلا أما إلى آخره وس6 ستر العورة وكذاكي ذي الواجبات. المندوبات نفذلت مجموعة من المندوبات أساسية. المندوبة مزوار اختيار المكان طاهر والسين اختيار المكان الرخو الابتعاد عن المكان الصلب كما ورد في المتن وس3 اختيار المكان البعيد عن الناس وس4 اتقاء الجحر وس5 اتقاء مهب الريح وس6 إعداد ما يزيل النجاسة قبل قضاء الحاجة من ماء أو أحجار أو تراب أو بابي إيجينيك وس7 تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج وس8 التسمية بسم الله والتعوذ قبل الدخول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وس9 ترك الكلام إلا لضرورة ساكن دينا صاحب المختصر يعني إلا لمهمين وس10 تجنب ما فيه ذكر الله عز وجل ويطفن المصحف ثيويذ يصنع كذا كذا. بالنسبة للبورتابل لا حرج ولكن بالنسبة للقرآن ونسعان لا صونري نسد القرآن الكريم ديفا أما ذي ممكن تخدم هذا 5 سيلونسيو ما راكش لي تواليت ويس 11 استنجاء باليد اليسرى سفوس الظلماء إلا لمن كان مريضا يهلك فوسيس والزميرة سفوس يفوس نغول نسعر أفوس أصلا أفوس الظلماء نسأل الله العافية ويس 12 تبريل اليد اليسرى قبل الاستنجاء. شوف السيفيزم عند يبض السيفيزم عند يبض تبليل اليد اليسرى قبل الاستنجاء و16 البدء بغسل القبل قبل الدبر
ويس 14 غسل اليدين بعد الاستنجاء، إما سواكل كذوامان الصابون كذوامان. ويس 15 قالوا الدعاء بعد الخروج، وقيوك شرحنا فيما سبق. نخدم من التلفزيون مراجعة خفيفة. ثم ساقي مع الدرس الجديد نلتقي إخواني الكرام مع فصل في نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، هناك أحداث وأسباب، وهناك ما ليس بحدث ولا بسبب. ثلاثة الأصناف قلنا. قبل أن نفصل فيها نقرأ بعض المقاطع من متن المختصر الفقهي لسيدي خليل رحمه الله. أشو دينا؟ نوقظ الوضوء بحدث. هذا الحدث وما اسم الحدث يشرح لي دنسا، خاطر كما دين حدث وريفانارا، ولكن يفكاس الشرح إنه هو الخارج المعتاد في الصحة. شو المعنى يسأل الخارج المعتاد في الصحة؟ الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة وفي الصحة. هذا نجي في التفصيل. شو المعنى يسأل الخارج المعتاد؟ أي ندي تسفغن عادة من المخرجين، من السبيلين كرمكم يقول ما يكشم الفيسي يفان شادي السفغ البول وحده، نغ البول والغائط أكرمكم الله. نقولها مرة واحدة وفقط. قلنا في مجالس العلم ليس شرطا أن نكرر أكرمكم الله حاشاكم وكذا، هذه أمور طبيعية نقولها تأدبا ابتداء وننتهي. إذن يول مريكش بيت الراحة أدي السفغ البول أما انتسى نغ الغائط أكا صافي. هناك مخرجان، ولكن شوف الفقه وين ديفرنس كوانزارن. الرعاف أفنزر التفضي ونا يتظل يفنزر. عند المالكية الرعاف لا ينقض الوضوء. بالمناسبة العلماء المحققون في مسائل كثيرة رجحوا الفقه المالكي. لذلك صاحب المختصر يناد وهو الخارج المعتاد، يناد في الصحة. غادينا في الصحة بمفهوم مخالف في المرض. إما إلي ونسمحتي وقال لي هلك ربي يعافينا غادي تيرا ما نتسا ستبوشيط ماشي سقارن التيوثني لا صوند يا خلال وكذا توضا مشي يلقى احمد ربي صافي ما نكشم الفيسيا دفغ ماشي غايه وين يبغى غادي يزرى شو سوى الصحه غادي يولي موضان اتفض بلاش تزرى مثل اتفض مسكين يكسل دك مطرح في بوشيضين يدس ادي سوفو غمان سوتيوث لا اله الا الله محمد رسول الله صافي نحمد ربنا غلا هو كان يتمثل إذا قال نحمد ربنا خطئ صافي وين لو كان استنغال الفلاني إذا كانت تصعود الصحة أكدو الصحة 100% أش أدفكض أكيني أشفكغا كويني كسفغ ما يسعى 100 مليار أكيني دورو ويسيت سرارة دورو ودي كان الحلوخ أكنا مشيك. لذلك يون الأمير يناسي الحكيم سميثي ولا يفوذ مليح يناس هناك فاذ زعما ديال بافيس غلموث يناس هناك يفكن الكاس بوامان باش تقصد الفاذ اشو سينا يناس فكر نصف الملكينو النصف بين كسب غاكوك يناسي ما يكشم الكاس بوامان ساعة بوضيك ودي ثفغارا يقوى ديفغ والزمي الله السفغض
إناس ذا شاد فكر إناس فكر الملك كله صافي باش هذيك الشمن ذا غفل باش هدفن ذا غفل. سي بور سا النبي صلى الله عليه وسلم يا ربايا أدي قرمات الشمض بطراحة أدي بسم الله أنعمه اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وكرر هذه الأدعية من أجل حفظها لمن لم يحفظها. من الميدي فاديني غفرانك غفرانك سبحان الله يا أخي نستغفر بعض الصلوات نغلا من كفى فضل تشهد نقار استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ميم ذاقي بعد الخروج من بيت الراحة دين غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. صافي أمان انت السمد فانسي لا سونت صافي فافيس ويتعوض الوضوء. أنا عمي ما تهضر الصبيط توفيض نيوظن نضقو خامس أمان انت السا ودفيغ ناس قم كان نسن وضوءه لا ينتقض توار شو تلاقيه شي نشوف قدام انت الناس ولكن ماشي سكو فريديس قل كان لا فاضل يدي في الشرع مهمه جدا. هذا مدينا صاحب المختصر وهو الخارج المعتاد في الصحه الشديت مال بنادم الصحه ينس ستزمرتيس اكون يفكر ربي تزمرت نزمورت أغي يفكر ربي مرات الزمرت نتزمورت أكيد عون زكية فالزمرت نتزمورت خاطر الزمورت تجهد. يلا يغال شو دينا يكمل بعد شو دينا وندب باب الندب إن لازم أكثر لا إن شق وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقة داقي فين يعني أن خروج الريح وكذا البول ثقي سنذكرها بعد حين بالتفصيل. بعد شو دينا 3 نقاط شو دينا من بعد وبسببه معنى ذكر الحدث أو الأحداث ثم ذكر الأسباب. نكون منهجيا نقسمها إذن إلى 3 أقسام. كاين القسم الأول اسمه الأحداث، القسم الثاني اسمه الأسباب، القسم الثالث ما ليس بحدث ولا بسبب. أيا بعد شو دينا وبسببه وهو زوال عقل إما إلا يودوا راس العقل من يصرحوا العقل إما في حالة الجنون يقول ما يدروش يسلف، إما في حالة الإغماء أغمي عليه تاخذون الدروشارة يذوخ من بعد يغلي يقيم ذهن إما دقيقة إما 4 دقائق إما نص ساعة إما أغمي عليه الإغماء نغ في حالة النوم. الشيخ كرهما في 16 نواقضه 16 بول وريح سلس إذا نذر وغائط نوم ثقيل مذي سكر وإغماء جنون ودي لمس وقبلة وذا إن وجدت لذة عادة كذا إن قصدت إطراف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر وكفر. عليك نور فتح الله عليك. وشو دارت الشيخ شعبان ابن عاشر وجي جاء المختصر نظما شعرا للشعر والمختصر الفقهي لخليل جاء نثرا ذين يقلان ذينا يقلان ذي المختصر الفقهي. كل هذا الكلام اللي سمعتوه ورد نثرا في المختصر الفقهي. وقد كان فايدة معناه يفكد ان ريزومي مختصر أكن سلم الشيخ شحال في أقل من دقيقة وتصوروا لو كان يعني يديروا امتحان ذي الجوامع ما هي نواقض الوضوء يعني كان شحال يكذب هذا الربحان شنو نواقض الوضوء نسيت انت ياك خاطئ
سمي الآية ديال راه الشيخ صادق اقرأ أرنياس باسم ربك. لذلك الأمة تستهين حليل على كل حال، لأنه الذي يستهين هو المسكين، خاطر تغاض بنادم يحسب أن يزرى كلش نتساءل الله ينوب. هذه قبل ربي سبحانه هاثوري فيهم فارد ترنت كان كسوف الله وخلاص. الجهل واعر، الجهل إذا أطبق على عقل الإنسان ظلله الجهل. ذي رحمة ربي سينا العلم نور والجهل ظلام. شوف الفقيه كيف يجتهد ويتعب نفسه ويجهد عقله ليقرأ ويطلع، ثم يختزل، ثم يقدم المادة العلمية في شكل جميل، في شكل مختصر مريح. رحم الله جميع هؤلاء الفقهاء. أم بعد شدنا وبسببه وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل. سما شو قارن، بمعنى بمفهوم المخالفة النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. في كل قيمة كيون سورة خاصة نقص الجمعة، خاصة دوك نفذو، وخاصة دي رمضان، خاصة دوك نفذو، خاصة دي رمضان. هذا ما ثواضي يا خاكا يغلفيت يضص أريد تسارة لا ينقض الوضوء ما إلى نوم خفيف. معناتها النوم الثقيل يضصني أم قران الزاين وإن ينقض الوضوء. ماذا النوم الخفيف خاطئ إزمات وكيون يقيم قم كانيس أتدس أكا سينة من النوم ثقيلة ينقض الوضوء. وسبحان الله الفقهاء إناك ما إلا يطفى حاجة يقري فاسنيس التسبيح مثلا يغليس نغي طفى بورطابل ثورة دينا شو استخدام الدنيا طاس طفى بورطابل طفي كاكيو تغوري غليالا ما إلا يغلياك معناه فقدت التحكم، تحكم ضارة صاف دير وقد على النوم العميق. وإن بنوم ثقل إلى آخره. المهم اكتفي بهذا وجي بعض الفقرات من الشرح من المختصر الفقهي لسيدي خليل في فصل في نواقض الوضوء. فصل في نواقض الوضوء. ثورة نبذو تفاصيل نواقض الوضوء. لانت الأحداث، لانت الأسباب، لانت ما ليس بسبب ولا بحدث. الأحداث سمحوا لي قبل الأحداث الوضوء ثورة تفضيل ونسعى الوضوء ولا مرسي خسر الوضوء يلها غادي يعوض الوضوء نور على نور، وهذا حكمه الندب. التفضيل يسعى الوضوء الوضوء الى المغرب من بعد مقرب ديال العشاء اذي ولد ديال الوضوء وايض وسي خسر الوضوء ماشي المعنيس الى قال ما يخسر كان مندوب يعني مستحب فنادم ديالنا الوضوء في الوضوء نور على نور. لذلك صاحب المختصر إن وندب بعد 3 نقاط أشو دينا وتجديد وضوء إن صلى به. توض الوضوء زولدي سيف نزاليث يندب مستحب أصغ الوضوء نظام أماكن ما إلا العبد يسفكاس ربي تزمر الله يبارك الزمر ديال الوضوء سي طهورة لماذا العشاء ولا الغشية الساعة سي طهورة ديال الوضوء سي ساري زال طهور العصر المغرب العشاء ويضا ميم ديال رمضان ديال ميم التراويح يسعى تزمر الله يبارك هذه حمد ربي يشكر ميلا وايضا خاطئ أم كل ثازل يصل الوضوء ينس صافي تاقي كإشارة أولية. ثم نبدو الأحداث. الأحداث لأن 7 أحداث. الناد الحدث ما كيدير شرح صاحب المختصر هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة. لذلك الناد أما انت السبب فغنتصلاسون داقين الرعاف يون ما يفونزر
يفنزر لا ينقض الوضوء، هذا عند المالكية. ولكن عند غيرهم هناك من العلماء من الفقهاء من قال بنقض الوضوء أو بانتقاض الوضوء في حالة الرعاف. إذن الأحداث 7 أمزور الغائط أو جاء أحد منكم الغائط كما في القرآن. طبعا الأدلة موجودة، ولكن أقرأ هذه الأحداث دون ذكر الأدلة، فهي معلومة ربحا للزمن ووصولا إلى الهدف مباشرة. للغائط يعني وين ميكش بيطرحها يقضي الحاجة ينس، نغ البول أكرمكم الله يعني أمن تسا، نغ الريح يفقد وضوء، يفقد الريح. وذاك الريح مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت، وفي رواية لا وضوء، خير نعتمد هذا الحديث الذي سأذكره الآن، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. لا وضوء إلا من صوت أو ريح. أي غردنا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذي الدواء مع انتهى باش العبد يجلس على الشك، خاطر الزمر يونس يزدغ الشك مثلا هذه السفري هذه عتسف هذه 5 الوضوء 10 الوضوء يتعاود عاود لكن وقيل يفقد النفس، وقيل يفقد وضوء نسى والو. بالك لو كان يفتح ينطق اكورون دار كان كاكاسين وقيل ذنك الوسواس يوعر ما يكشم بنادم ضطنا مقران وسواس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يون الناس شو سينا إن شو تفغار داغ الوضوء سوى ما صليض الصوت نغ شمض الريحة. سبحان الله، سوى ما صليض الصوت نغ شمض الريحة. شو المعنى؟ سمعتي سيور ارشي سيور ماشي الشك بيبري، خاطر الشك ذله لك ضطان. وثل قاعدة فقهية مفادها اليقين لا يزول بالشك، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله. الشي تغض الوضوء بيقين سور تساعد الوضوء ثراق لغاك من لا نسعى الوضوء طيب من ما يعود بهذا الوضوء سوى ما يسوري باللي إلى شو دي فرانسيس ينتقض وضوءه. لا وضوء إلا من صوت أو ريح. الحديث صحيح، خرجه الإمام الترمذي والإمام أحمد والإمام ابن ماجه. 4 المذي. المذي بعد نوال الرسالة نهضر في اللاس. المذي يعني وجماء رقيق يخرج، هو أبيض اللون، أبيض ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة، الشعور باللذة. المني 5 6 الودي وجماء أبيض خاثر، عادة يخرج عقب البول. يونا كربكم الله ما يطير ما ننتسى دي فوا يتصفى أكني لازج وين اسمس الودي ميم وين ما يفقد ذا ينقض الوضوء صافي أكسة. 7 قرنس الهادي. الهادي يجي ذا من ذا تفغند ستمطوث إما مثلي استاذيست نغ بعد الولادة أبرمي درفا وقال صافي 7 إلى الغائط ذا مزورو البول والسين الريح 3 المذي 4 المني 5 الودي 6 7 قالوا الهادي وقال كلهم اسم الأحداث. ثانيا أد نهضر في الأسباب لان 3. الأسباب لان 3. السبب مزورو زوال العقل، سبب السين اللمس، ملامسة الزوجة،
طبعا الملامسة كناية عن الجماع. وثلاثة مس الذكر من غير حائل. ثلاثة ياك وكذا خاص الأسباب. بالنسبة للمس النثيد، لأن المس الذكر النثيد يعني لذلك ما إلا يدوش مثلا قلنا سوف نتحدث عنها في موضوع الغسل إن شاء الله تعالى. يعني إلا قد يحذر باش ولد سميرة يعني الذكر ينس بيده من غير حائل. زوال العقل قد يكون ذلك إما بالجنون، من ما يروح بعد ما يروح العقل إما الجنون يسلب، إما الإغماء يذوخ الميغلي الوقت اني خلاص نحسبها من ساعة من رفع عنه القلم. لماذا؟ لأن الفقهاء عند العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. لذلك ابن عمر يونس أغمي عليه يطول لم يوصل المغرب العصر والظهر فلم يصليها ويصلي العصر. ابن عمر من فقهاء الصحابة يزمر يودينا غسينا يا ابن عمر يا اخي وراك د العقليك روح ثم تاخذ الوضوء روح وضوء كان تقض، ولكن صلاتك تصلى واحد تزلط الظهر العصر زرا شو سينا اني يسدي الوقت العصر العقلي ولا شيء ادم ولا شي العقلي صافي وتوالى صغار يظلت تولى صغارها. وقد كان الفقه العقل مناط التكليف. إذن زوال العقل قد يكون بالجنون وقد يكون بالإغماء يونيث المغلي، وقد يكون بالنوم الثقيل ند إضص الزين ما إضص خفيف خاطئ نغدوكي ولا ما يقيم كيما ديال الجامع غفت عين وكاي أخذته السنة من النوم الوضوء ينس استعوذ ما إلا يطفي التصبيح يقفوشيس يغلياس فقد التحكم ديالنا روح ديال الوضوء. لذلك بعيد الشر عليكم وعلينا لأنه قاعد يقن في الفولون يطفي أي نهار طوموبيل نهار كاميون هذه الطص وشحال يقموثن ذكيضس تصن خدم لا كوندويت. لذلك كل شوفور يجرفن قرنا كيما كيغلب يضص كاري لو كان في كاس سقسي يكون وين بلاش كذا فعلا وقال يتصن نتسادي الفولون أليس كذلك؟ ضروح شيء عزيزا، ولكن النوم سلطان يساد يضص يساد ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العفو والعافية. لذلك إذا هو قاعد يجرب نقارن خاصة ذو نفذو خاطر الغشي تعوزن مغريوين دي هضو ربي العباد دي هضو ربي هذا عاوزنا الماء 4 الصباح الشوفور المسكين ديال كيفا كاميون يتص واحد الساعة نغ ساعة ونص هذيك شملو طوروت سو كاميون باش يروح دياوي أمعيشي والراويس إثواشولتيس بيسك ورا الواريضس هذه الطص وهذه خملاك سيدا إما غادي نغ إما غادي نمث إما غادي نمث يرنا ذي نغويا أبري وقاذني يخدم من الديسك جوكيني مثني ضس يكون يهضر ربي بزاف كاينين الفرح تشوف راس ولا ما ولا يوين دنوفيس ولا يوين دنوفيس أي غير الدنيا هكذا يقولوا فذو خطر دي الشتوى مهما كان غزيف ياض ماشي من فذو غزيف واس والزيل ياض فصار ديجا غنتصفى في 10 ونص فاش حين نتصفى في الجوامع هكا وما نرناس ديال التراويح ذي رمضان 11 ونص ل 12 وذا والسن ذا غن رمضان دا غيوار هذا ظرف مسألة كيسمى ماشي كان ديال الفقه
وهذا من الفقه. مليح نسين فقه الوضوء، مليح نسين فقه الحياة، خاطر مش بنادم يزمر أدي يسبب ذي الحوادث ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن زوال العقل قد يكون بالجنون، قد يكون بالإغماء، قد يكون بالنوم ثقيل، وقد يكون بالسكر. بس أربعة والسلام أسدي المتن ابن عاشر ما يسكر يون، ما يسكر خاطر ما يسوى كان في السيث لقيت فهم ما هكي من مليح ايه لا ينقض الوضوء ولكنه حرام. متى ينتقض؟ في حالة السكر. ما يليون كرمكم الله يسكر يغلظون بعد يسعى بروبلام يروح يسوى الميسكر شنو اللي يصل لوضو الناس مادام سكرض لوضو ينك ذاين يبطل انتقض وضوءك. ثالثا ما ليس حدثا ولا سببا. وقيل الصنف ثلاثة أمزور الردة. ما معنى الردة؟ سلامس للمتن هو كفر بعد إيمان. إيوني لان ذين سلم إلا سلوضو أبريج الإسلام كافر بالإسلام يكفر غساكيني كوارا ذكرت يعني قارنه وقي قانص مرتد تجري عليه أحكام الردة. المرتد ينتقض وضوءه إذا كان طبعا على وضوء خاطر ما إله إلا هو الزلرة لا وضوء لا والو وبعدين يكمل كين شو الوضوء نساوك يروح صافي مرض يغال أول أديغال الإسلام بالشهادتين هذه الشهادة الديني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ويغتسل يخدم وضوء أم قرآن هذا يرنون بعد ذين الشمي ولا من سمياض من سمي سلم. الردة طبعا الردة ما هو حدث ما هو سبب ما كصن في الفقهاء ما ليس بسبب ولا حدث. والسن الشك ايش معنى الشك؟ معنى استواء طرفين من غير برهان على ترجيح. أشيني 50-50 سواء كوا سقسيغ ما تكون أمشي لوضوين كما زالت نغالا إزمار دينيون كلوضوين ما زالت سير سيسار زال العيشة خلاص الله يبارك. إزمار ويضا ديني إن كيني سير يخسر اللوضوء سير صافي ذا اليقين إلا ويض ير اليقين ير الوضوء والانتقاض شيني 50-50 وقي معنيس استواء طرفين من غير وجود برهان أو دليل أو كذا للترجيح. استواء طرفين من غير ترجيح لم يترجح أحد الطرفين على الآخر. لم يترجح أحد الطرفين على الآخر. لو ترجح الوضوء بيقين لكان هذا متوضئا. لو ترجح نقض الوضوء لترجح ذلك فصار وضوءه منتقضا أو منتقضا عليه أن يجدد وضوءه يعيد وضوءه. هكذا أسبغ الوضوء. الشك والشكاكي أي غير لا أصلا هو في الحقيقة احتياطي العبادة. العبد العبادة شيني احتاط خير خدمة شوالي وقرزن
ماشي كان ديال الوضوء ديال الزالي في رمضان طاف تيكوال سولتو سالي مزوره طاف ديوني الصحر سولتو ميتشي فلفل ابري يتساليد ظهر واحد الشيخ كاين الشيخ يفلفلني يتسالي يتسادر يضرى الوضوء يضرى رمضان والصحن خاطي ما وتي سكنيت ما يخدم لي قوتني ما يخدم وقاذني سميس جالس عن لازم ربي يعافيكم ويعافينا لا بومبني اي غرا ما يكسي ذما ما يوتي سكنيت ما يكسي تغمس اي غلاش استقسيان احتياطا للعباده اكين اخويا إن كاين يبغي غتخدم الشغل وقرزم احتياط العبد صافي. في الحقيقة الشك هذا هو المقصود ينس، ولكن لا يتحول الشك إلى مرض. وإلا قال يغال الشك ذلهلاك ضطان. لذلك إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء ذاك صفيرة في حالة الشك. وشدنا العلماء العبرة بغلبة الظن، ما إلا 50% ذاكي إلا قد تاخذ الوضوء، ما إلا أكثر من 50% الوضوء يخسرك إلا قد تعوض الوضوء. إما إلا أكثر من 50% الوضوء يخسر فهم ثورة. وطبعا 50% كي شيت نزران فرما العبد الله سوي معتدل ذي الميزانين الله يبارك. إما يكشبيت وطناكين الوسواس يا حسرة أكيني 99,99% الوضوء خسري شو سيخسر راه بعد يتسالي تسادر مسكين خدمنا نافيت تساغ الوضوء سواطاس ذينا أثيكوانسي الشيطان أثيكوانسي مليح هذا سيغال ضطان سيخدم الشك اللي تشكو ذي كلش. زرا محكاون يونواس في مشوار غادي تساسن ديال الفتوى يونايك كيني مريد الشيخ طهور هذيك الشماغ بيت الراحه زرا باش هذيك في الوضوء ساعه ونص يعني تيكوال تسغيمي 50 دقيقه ساعه ديال الفيسين الشك ينغاث وقيل سروال وقيل تقشر وقيل صباط وقيل هذه يشكوك باللي ثاني يمسكوك نساس الدين مليح مي يركبي الشك من بعد مي ديفا السينا يروح هذا يغلظو يا حسره يوث المحنه أكن يغلظو هذه إيفاس النيس إيميس أنزر نيس أوذميس ملمي يبص فوس يفوس سوغ ميو هذه عيوذ ثيكوال الما يبص راس الماض يكفى الوضوء نورمال مذاين السيناوة والسعد ضرب كمان فوق رؤيك هاكو انسان مسكين يدوش قرويس ماشي كان ولكن غاث الوسواس ابري ربل تتسعوذ ياكو ما إلا يتعاود يتغسول الشيطان الوسواس دغا غادي يسعو الوسواس فوسيس الشيطان تيليكوموند ا ديستانس عود مادام ما تغضوال صافي دير تهلشاض وقي اشو سقارا المستنكح يسعى الدواء يسعى ان روميد الدواء ديال لوردونونس ديال الفقه ارجو كان إما يكفى المرحله ديال الوضوء هذيك شبدا ديال الزاليث روح شري داخل بسيط سورتو ما يزول وحدس اكن يقفغو يزول يتعاود هذه الزاله المقرب هذه فوق كاين السوق ودغرغ الفاتحه انت غرات سيده عيود في كل هذه الزاله كل الشيخ
اي بورتو منظر كل الشيخ خاطينا كنا قلاضيهين لكن يخدم الشيخ نخدم بالسلام. مع ذلك هذه تشار من بعد سجود السهو قارن السجود التثوث. لذلك يا إخواني لوجه الله تعالى حذرث أكون يديك الشمل وسواس أما يكشم ديال الوضوء أما ذي الغسل أما ذي الوضوء أما ذي الظليث أما ذي رمضان حكاون ديون واس يون رمضان زاش خاص يعاود غلا 20 يوم دو تير سميت يوسام بعد رمضان لكن كذا عاود 20 يوم أي غار إنك تفكر الدليل انت سيف ذا كان عقله بلي يروح هذيك السنت يعني يفاني هذيك يناس يباس اذا ديك فلفل يا ما يدنا لي ولي يناك صحراسي فلفل في 10 الصباح يتسالي دي فلفلني صافي اسني ساعي وذاخ اسني ضد الشربه وثلاثه وليد داوكنا صافي كنت ذاك وليد 20 يوم على 10 يوم يصحان لو كان ينماكي استنضيه عاود 20 يوم زال شي يضرو من 20 يوم ناري يعيود الا خاص انت يعيود خاطر هذيك الشمشاك ني غاسول تعاود ذرا ولا ينواس ستينا كمغاران ني غاس في الدمايو ايفاني ناس يونا مشيني تغلظ يونا مشيني جامي ويضوي يونا مشيني حريص. عادة هؤلاء عندهم حرص شديد شديد شديد. صافي إذن لو كاستر نوض السنض باللي يعيوذ غادي يقيم يتعاود يذي الحج إن شاء الله وقاعد حج ماكن إن شاء الله إن شاء الله أوريح المرب ولا ذيون سي الحج والعمرة سورتو ذينا يا أخي رمي الجمرات هذه السبعة الحصيات نتياوي هذيك ماسي بسم الله الله اكبر واحد سنيت هذه اوضر 7 هذه فغسينا هذه الحشوه سينا واحد الشيطان يخرج مغارس وسوا هذه القضيه واحد يعيوث. لذلك الشك قد يتحول الى مرض يسبب لصاحبه الأتعاب الكثيرة. لذلك الفقهاء نند المستنكح يستثنى المستنكح بالشك أي غرد النغا كي خاطر أدو غلغل مثل متن سيدي خليل أشو دينا المدي يوضر نوع ثلاثة تحدث عن الأحداث ثم تحدث عن الصنف الثاني الأسباب ثم تحدث عن الصنف الثالث ما ليس بحدث ولا سبب بعد شو دينا وبردة الردة ليست حدثا ولا سببا وقد شرحناها وبشك في حدث ودينا بشك في إيمان أو لا وبشك في حدث المعنييس يغض الوضوء أطريق مثل الجامعة سيقار وقيل يفغد واضو وقيل ما يولد ثبورث كوروندير السينوه ورد يفغواكي باش تصوض ما تصرم أني يوري الزمر ديال الشك ذاطان مفهوم وبشك في حدث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سينا إنك لا وضوء إلا من صوت أو ريح ورد صغار الوضوء سوى مسرض الصوت نغ شمض الرائحة إيوين ذا غيسعان أنزر نشمو المليحة خاطر تفضيونا بيبريكان ماشي الريحة قسرة حسيني السيد فغ مسألة دقيقة ولكنها لابد أن تعلم باش الإنسان لا يقع في هذا المرض. وبردة وبشك في حدث بعد طهر علم أكيد هنا صاحب المختصر
بعد طهر علم، وبردة وبشك في حدث بعد طهر علم. أبرا شو دينا؟ إلا المستنكح، يخدم الاستثناء مع انتهى وين كاين تشكن بزاف وكي أوري تعاوذر اللوضو ينس إلا بيقين. وهذا البيان الفقهي علاج صحي. الحكم الفقهي علاج صحي. لو كان سوا هضر طبيب زعما سوا بسيكولوج، اكينا ولدي سمح لي لا بسيكولوجي نيك تهليك كذا وكذا شك بزاف كيعاون بلا شك، ولكن اش كيعاون النظام ذي الفقه. اقرأ باسم ربك ذي الفقه كيعاون. امشى كيعاون ما زرد الشيء مستثنى، الشيء ليكسبسيون وتعاوذر إلا بيقين، وبردة وبشك في حدث بعد طهر علم إلا المستنكح. وذاكي دليل في الحديث النبوي الشريف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي جاءه يجد في شيء في الصلاة وكذا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث ولفاضي والغرس حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رقم الحديث 361. لذلك جاءت القاعدة الفقهية دينا اليقين لا يزول بالشك، ولكن يزول بيقين مثله. ثغر الوضوء بيقين تعوذر سوى ما تبغيض تجديد وضوء نور على النور، هذا ذكرناه شرحت يد، ولكن سوى ما هذا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. إذن الحكم الفقهي علاج صحي. ثم النقطة الأخيرة كخاتمة، لانتشار الأمور، بعض الأمور تخدم بنادم لا تنقذ الوضوء. تغسيل الميت ولا يسرد الميت، أعطيك والسن ما كاين الفلاني يسرد الميت إلا قد يغلو الوضوء، خاطئ صغر الوضوء. في الفقه المالكي وين يسردن الميت وريد تعاوذر الوضوء. وين يرفض الميت نبو الميت ترفض السن وتعاوذر الوضوء صافي. تغسيل الميت لا ينقذ الوضوء، حمل الميت لا ينقذ الوضوء، زيد وثلاثة القهقهة في الصلاة يون تفطر الصلاة يظلث يتصم مليح تظلت سعيوذ من الوضوء تعوذ خطر إنك أين نسخسر الوضوء ونستفسد الوضوء خارج الصلاة وتسخسر داخل الصلاة. كان الفقهاء لا لوجيك منطق ما لا ينقضه الوضوء، ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة لا ينقض الوضوء داخل الصلاة. حاجة نظن لا تنقض الوضوء، القي إرارا حاجكم إرارا لا ينقض الوضوء، الرعاف فانزار يلفونزر لا ينقض الوضوء. لذلك الأحاديث دنا الفقهاء النظن إن الإمام القرافي لا يثبت منها شيء، خاطر بعض الأحاديث شرحناها في الموطأ ديال المسجد العتيق نشرح هاد الأمور هاكي الأحاديث هاكي ناد هذه الأحاديث لا تصح. الإمام القرافي لا يصح منها شيء. شكون هو الإمام القرافي؟ قطب من أقطاب العلم في الفقه المالكي، صاحب الكتاب الشهير كتاب
الفروق. ثورة أخيرا ما يمتنع ما يمنع على منتقض الوضوء أن يفعله بعد حدوث الناقض. طبعا تصلي النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الوضوء، يلزم هذه الظن بالوضوء ما يقدرش يصلي. ولا الطواف يوضى يخدم الطواف حول البيت الحرام، يعني في المسجد الحرام بالكعبة المشرفة. الطواف طواف صلاة صافي إلى الوضوء، ما يخسر الوضوء قد يفا، ما لا يخدم الطواف يخسر الوضوء قد يفا، يتزلى يخسر الوضوء قد يفا، ماشي سيني باش سبيرتير بغارة هذا قيمة لا روح هذا الوضوء الحقض بالك الحقض ركعة، ما فقد ركعة ما فقد الركوع فقد أدركت الصلاة، أدركت أجر الجماعة فضل الجماعة، يمد الحق ضرك عندك الأجر أيضا لأنك سعيت باش تلحق وما لحقتش. أم فرد فغيون سوق خميس يبغى لي صلاة الجماعة ودي بضرة دير الحق الركعة يسعى الأجر، ماشي الأجر من لحق الصلاة ولكن عنده أجر. وهذه الأحاديث شرحناها في الموطأ. وكذلك مس المصحف الشريف لا يمسه إلا المطهرون، سورة الواقعة آية 79. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، إلا لضرورة وبحائل. هنا يزول إن شاء الله عند علماء المحققين يزول المنح إذا كان بحائل، إذا كان ضروري. المصحف الشريف سنقدر القيمة بدل من لقات يفتح وهو على وضوء. الإحرام لا يشترط فيه الوضوء، يروح يسافر باش يدير العمرة مع الحجة يشمس محرم ديال الإحرام يخسر الوضوء، يزمر يدخل الإحرام ولو بغير وضوء. أكتفي بهذا البيان، إن شاء الله اللقاء يتجدد في الوقت